الطريقة دي هتخلّي صينية البطاطس بالفراخ تدوب في البُق، كل اللي هيدوقها هيسألِك إزاي عاملاها حلوة كده وخفيفة كده. تعالوا مع بعض نشوف الطريقة ونبدأ. أول حاجة باجيب الفرخة بانضّفها كويس أوي، أهم حاجة طبعًا إن إحنا نغسل الفراخ بالدقيق والليمون، وبعد ما نشطفها ننقعها في شوية مَيّة وملح وسُكّر، اللي هو محلول النقع. بعد كده باجيب زبدة طرية تكون بدرجة المطبخ، درجة حرارة المطبخ، باحط عليها معلقة توم مفروم ناعم، وباحط روزماري وملح وفلفل، بس مش هاحط أكتر من كده. لو ما فيش روزماري فريش حطي من المجفف اللي عند العطار. هنهرس بقى كل الحاجات دي مع بعض كده لغاية ما الزبدة تدوب خالص، وبعد كده باجيب بقى الفرخة بتاعتي هاعمل لها مساج بالمعجون الزبدة ده. عايزة أقول لِك إن الزبدة أو السمنة عمومًا لمّا بتتحط على اللحمة بتخلّي اللحمة الأنسجة بتاعتها تبقى طرية وتخلّي اللحمة تدوب، سواء فراخ أو لحمة. الزبدة دي فايدتها إن هي بتخلّي لحمة الفراخ طرية أوي وما بتشدِّش، وتلاقيها دايبة معاكِ كده وبتدوب في البُق، وفي نفس الوقت هي مش تقيلة، يعني هتقولوا لي الزبدة كتير، لأ هي مش تقيلة خالص، وكمان لمّا بتدهنيها وتعملي لها مساج من برّه كده، بتخلّي الجلد يطلع مقرمش معاكِ. هاجي بقى في صينية أحط حلقات بصل وشرايح من الفلفل وتوم متقطّع حلقات، أنا باحب في الصينية أحط التوم يكون متقطّع حلقات ما أدقّوش، ده بيدّي طعم أحلى، وفي نفس الوقت ما تقلقيش مش هتحسّي بطعم التوم وأنتِ بتاكلي. فهنقطّع بقى قد فصين 3 توم كده على البصل والفلفل بتاعنا، مش هنحط طماطم خالص، هنحط بقى البطاطس ونحط معاها جزر، ونحط فلفل أسود وطبعًا شوية ملح، ولا هنحط سمنة ولا زيت ولا زبدة ولا أي حاجة خالص، هنكتفي بالمادة الدهنية اللي هتنزل من الفراخ عليها، لإن الفراخ أصلًا لوحدها بتنزّل مادة دهنية، بالإضافة إن هي محشية زبدة أو حاطين فيها زبدة، فكل ده بالطعم بتاع الفراخ هينزل على صينية البطاطس. هنحط بقى الفرخة بتاعتنا نربطها كده ونحطها على الصينية بتاعتنا وندخّلها الفرن، ما تغطّيهاش، لو غطّيتيها الجلد بتاعها مش هيبقى مقرمش، سيبيها كده مكشوفة وهي لمّا تحمر الجلد بتاعها هيبقى مقرمش، نحطها بقى في فرن يكون درجة حرارته عالية بالشكل ده كده، وبعد كده أسيبها ممكن تحطّي لها شوية مَيّة صغيّرين البطاطس لو حسّيتِ إن هي ناشفة، بنسيبها بقى لغاية ما تتحمّر وتستوي وتبقى معانا بالشكل ده. الطعم بتاعها تحفة، وفي نفس الوقت خفيفة وسريعة، تقدري تعمليها في 10 دقايق بالضبط، ما تحطيش طماطم وما تحطيش ولا سمنة ولا زيت، اكتفي بيها بس زي ما قُلت لِك كده وإن شاء الله هتطلع زي الفل. لو كنتم بقى وصلتوا لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان توصل لكم كل الوصفات الجديدة إن شاء الله، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.